الله تعالى وبركاته. كان من المفروض أن نعقد هذا اللقاء في الأسبوع المقبل، ولكن استعجلنا عقده في هذا اليوم لنلتقي في بداية هذا الشهر وبعد الخطاب الملكي والاحتفال بعيد العرش، ونتداول في القضايا الخاصة بنا كذلك بالنسبة للمستعجلة كقضية بعض الدوائر التي لم تصبح نهائية وهي قليلة الحمد لله، لم يصبح الترشيح فيها نهائيا وهي قليلة، ولكن أجد نفسي مضطرا أن أحكي لكم بعجالة يعني كيف عشت هذه المأساة التي مرت على دولتنا وعلى أمتنا المغربية في هذه الأيام. ثم بعد ذلك نتحاور. أشعر أن هذا أمر مستعجل لابد يسبق لا الخطوط العريضة للبرنامج ولا هذا، لأنه الحقيقة تعود الأسئلة كلها لتطرح علينا من جديد، ذلك أنه يوم الأربعاء توجهنا إلى مدينة المضيق لكي نبيت فيها ونكون مستعدين للذهاب لأنك تكون إلى القصر ساحة، هنالك ساحة جميلة إلى آخره يستقبل فيها جلالة الملك ضيوفه الذين يأتون ليشاركوه الاحتفال بهذه المناسبة. وحفل استقبال عادي يقع كل سنة في المضيق كثيرا، ولكن قد يقع في أماكن أخرى في بعض الأحيان، في الرباط أو في تطوان إلى آخره أو في طنجة. الغد لما خرجنا من مكان الإقامة توجهنا إلى مكان الاستقبال. رأيت ما رغم أنكم قد رأيتم بدون شك في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما بعض القنوات الأجنبية، بالمناسبة الإعلام المغربي الرسمي لحد الآن لم يتكلمش على الأحداث، بدا يتكلم دابا على الرجوع. المهم سيل من البشر على يمين الطريق ويسارها لا يتوقف من المواطنين عموما شباب، ولا تصل أعمارهم إلى 20، كيبانوا بزاف منهم 14 15 16، البعض منهم 20، بعض الأشخاص كبار، بعض الأشخاص كبار رجال ونساء، قلال قلال قلال، ولكن سيل 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 سيل. أنا تعجبت شنو وقع. طبعا أنا فهمت أنهم غاديين الحدود ديالنا مع سبتة، فهمت بطبيعة الحال باين داك الشيء، ولكن ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، ماشي 4، ماشي 5، ماشي زرافات وحدانا. كاين اللي غاديين جوج ثلاثة، كاين اللي غاديين 8 9 10، كاين اللي غاديين، وعمومهم نصف أجسامهم عارية، بمعنى أنهم مستعدون للارتماء في البحر. ما عندهم لا صاك لا حوايج لا ماء، ما عندهمش الماء. تنتعجب. أنا كنشوف كنقول
دابا غير هادو غير شنو غيشربوا ماذا سيشربون غير نقولوا الجوع غيصبروا عليه ما كيظهر عندهم لا ماكله لا حتى شي حاجه فهمتي لا غادي زرافات وحدانا زرافات وحدانا زرافات ولا النهار ديال عيد العرش والامن يعني موجود وفي انسيابيه ما ظهر ملي كنا راجعين شفنا واحد نزاع ولا معركه بين شي دراري ولكن غاديين انا مرضت لا اخفيكم كنت كنقول شنو وقع اولا شنو وقع وهذا سؤال الى حد الان باقي ما فهمتوش وما عرفتش شنو وقع حيت بعض الناس عيبوا عليا انني ما تكلمتش مع من غنتكلم علاش غنبني انا تكلمت مع نهار في 20 فبراير كان امامي جمهور يعني له مطالب تكلمت معهم بانصاف قلت لهم داك الشيء اللي كتقولوا معقول ولكن خصكم تحدوا الاطار اللي سميتو فهمتي وتكلمت مع جيل زاد لانه كذلك يعني كانوا لكن هذا شنو وقع بالضبط في هذه البلاد انا ما فهمت حتى شي حاجه وما يوقعش التوقير غير على الاقل ديال النهار ديال الاحتفال ديال سيدنا ودايزين قدام القصر حيت كاين على اليمين ملي كنا غاديين على اليمين كاين الساحه وعلى الشمال كاين القصر ديال جلاله الملك حتى تزنا قدامه ما كنتش كنعرفو انا بزاف ما عقلش عليه حتى نشوف وتيدوزو قدامه إقامة أو قصر الله أعلم فهمت ولا ما عرفت أنا جاب لي الله هذاك قصر المهم سواء كان إقامة أو قصر ملي يكون فيه سيدنا راه هو قصر صحيح ذهبت فرحة المشاركة في الاحتفال واستقر مكانها يعني حزن وتساؤلات عميقة وخطيرة وفظيعة بون قضينا ذاك الساعة حتى ملي جا سيدنا إلى آخره وقفنا يعني وهو عمل ذاك الاستقبال اللي كيعمل ذاك الشيء وكذا إلى آخره وخرجنا ورجعنا للمكان ديال الإقامة باش نجمعوا ريوسنا ونتغداو ونرتاحوا وكذا إلى آخره نفس الصورة سيل من البشر وصلنا تغدينا ارتاحينا شويه نضنا نمشي ورجعنا نفس الصوره واكثر حوالي الساعه السادسه بحيث واحد الساعه غير باش ندخلوا للطرود كان خصنا غير نقطعوا الطريق حتى جينا الامن يوقف هذاك السيل باش ندوزوا لانه يعني فهمتي يعني مشينا دزنا في لوطورود تخيلت ان في لوطورود ما كاينينش نفس اقل الناس اللي كانوا في لوطورود جايين على رجليهم وعريانين بديك الطريقه وهذا الى اخره قلال ولكن حتى هي عامره حتى هي غادي الناس غاديين زرافات وحدانا وبقي الحال على ذلك حتى تجاوزنا مدينة طنجة ب30 أو 40 كيلومتر أو أكثر حتى وطاح الظلام والناس جايين وغربي اللي نجانا كنت غتوقع حادثة جاب الله فريد انتبهنا ما انتبهتش حنا غاديين واحد السيل ديال البشر غيقطع الطريق وي بيان سور كانت غتكون زعما كارثة ولكن الله سلم يمكن حتى فتنا يمكن حتى وصلنا للعرايش مازال من بعد العرايش باقي الليل والناس اللي جايين والدراري صغار وعيالات وهذا وبنات وبجوار غابة مظلمة زعما كانت أنا بالنسبة لي كانت مأساة ما فهمت فيها والو إلى حد الآن وكلكم عارفين الأحداث كيفاش وقعات ومشاو أنا ما عارفش بالمناسبة كيفاش وقعت غير داك الشيء اللي تنسمع إلى حد الآن راني باقي الإخوان تحت الصدمة في الحقيقة
ولا أخفيكم أنني في تلك اللحظة فكرت في أن أقدم استقالتي من الحياة السياسية في هذا الوطن بصفة نهائية. لولا أننا يعني في ظرف ربما كنت نقدم استقالتي نهائيا، ولكن الشعور بالمسؤولية ما خلانيش لحد الآن، ما عرفتش اش غندير، لأننا عجزنا أن نجد لأبنائنا وبناتنا الصغار منطق ومقاربة تجعلهم يأملون في المستقبل ويرفضون أن يغادروا بلدهم، وخصوصا بهذه الطريقة. يعني الهجرة مشروعة، ولكن الهجرة عندها قواعد وعندها قوانين وعندها منطق وعندها، فهمتيني؟ لا ماشي هكذا كتكون. هذا شي حاجة ماشي هي هذيك. ومن هذاك النهار وانا كنفكر وتنسمع وتنسول بطبيعة الحال بحال الناس اللي سولتهم ولا اللي يعني بحال فهمت شي شويه اكثر، ولكن الى حد الان نقدر نختصر لكم الكلام نقول لكم ما فهمت والو. مع من غنتكلم؟ واش نتكلم مع هاد الشباب اللي خرجوا ما عرفتش واش بعدا توقف هذاك الشيء ولا مازال؟ كيظهر لي توقف دابا الرجوع يمكن، فهمتي؟ يعني مع من غنتكلم؟ معهم، مع السلطة، مع الحكومة، مع جهة خارجية، ما إلى حد الآن أنا باقي ما عرفت والو. ولهذا أنا كنظن الإخوان هذا الموضوع هذا خصنا نناقشوه هو الأول، ما نطولوش. إلا كاين شي حاجة زعما باش نكونوا واحد الرأي اللي أنا شفت بعض الأحزاب مشكورة يعني عبرات على مواقف وإلى آخره. بطبيعة الحال مسؤولية الحكومة مسؤولية واضحة، ولكن أنا ما بغيش نتسرع باش نعرف واش مسؤولية الحكومة بوحدها ولا إلى آخره يعني. ولكن كاينة مسؤولية جماعية، كاينة مسؤولية جماعية ديالنا بصفة عامة كدولة، فهمتيني ولا لا؟ ماشي معقول بأي وجه كان باش السيل من البشر يخرج ويمشي وفي هذا النهار بالخصوص. هو ماشي معقول في أي يوم، ولكن في هذا النهار من باب أولى. كيفاش ما إن شاء الله وصافي. فين كاينة السلطة؟ فين كاين شنو وقع؟ طبعا هذا الشيء ماشي أول مرة تيوقع، ولكن بهذا الشكل هذه أول مرة تيوقع. فأنا اليوم أيها الإخوة الكرام أحتاج إلى من يساعدني على أن أفهم وأستوعب، ولكن ما يمكن لناش لا نفهموا ولا نستوعبوا إلا ما كانش عندنا زعما واحد الصورة واضحة. ولهذا أنا عندي اليوم طلب واحد، راه دورت كل شيء هادشي في راسي فلم أجد أحسن أن أطالب ونطالب جميعا يعني بلجنة لتقصي الحقائق أو بهيئة أخرى، فهمتي؟ أو بهيئة أخرى باش تعطينا. لأن شنو وقع بعدا؟ العالم كله مقلوب، والإعلام ديالنا لا خبر ولا أثر. شنو وقع دابا عاوتاني حتى هذا الإعلام ديالنا شنو حكيتو؟ لاش صالح بابا هذا الإعلام؟ لاش صالح؟ واش تا هو تصاب بالصدمة بحالي؟ واش شو وقع؟ ما عرفتش. دابا الاخوان دابا شوف لا غير معقول هذا الشيء. ماشي هذا الشيء اللي وقع ماشي معقول ونحن في حاجة إلى أن نفهم. أنا أطالب باعتباري مواطنا ورئيسا وأمين عاما لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للحكومة سابقا، أطالب بأن يعني بأوامر ملكية أن تنشأ لجنة للتقصي فيما وقع. طبعا هذا الشيء هذا ماشي أول مرة وقع، ولكن ما كانش بهذه الخطورة.
والان بطبيعه الحال ما نهضروش على العلاقات ديالنا مع اسبانيا اللي دخلت دابا المرحله رماديه، وحتى واحد ما عارف شنو غادي تكون النتيجه ديالها، فهمتيني ولا لا، لانهم اعتبروا ان هذا هجوم على سيادتهم، وهي واسبانيا علاقتنا معها مزيانه والى اخره. هذه الحقيقه، هي هذه. ما عرفت انا، المهم عندي خصنا دابا بسرعه، نحن في حاجه الى ان نسال والى ان نجاب، والا راه زعما يعني كل شيء غادي يتخربق. حنا نفس الطريق يعني. فهذا هو. وإذا اتضح لنا الأمر سوف ولكن في انتظار ذلك أنا متأسف جدا لهذا الذي وقع، لأن هذا الشيء هذا ما خصوش يوقع. كان من كان وراءه، يكون داخلي يكون خارجي يكون يعني، كان من كان وقع. احنا المملكة الشريفة كنتسماو، والحمد لله عندنا أنظمة ديال الأمن، وعندنا أجهزة، وعندنا وكنتكلمش غير على الأمن، كنتكلم على كل شيء من الدافع ديال هذا الشيء الأول إلى ما وقع. وبالمناسبة يعني إلى حد الآن راه ما معروفش، لأنه حتى الناس اللي مشاو، فهمتيني ولا لا، اللي مشاو لتمايا وتلاحوا في البحر ومات المساكين يعني رحمهم الله، وعزاؤنا لأسرهم بطبيعة الحال، ما معروفش العدد ديالهم. دابا هاد الأرواح هذه على من يقع وزرها. اي صحيح. دابا هذا يعني أشياء هذه مؤلمة، يعني المنطق يقتضي أنه روح وحدة إلى زهقت يكون عليها يعني بحث، يكون هذا إلى آخره، فكيف بهذه الأرواح كلها؟